خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية. صدور أوامر ملكية كريمة مليئة بمعطيات الخير للمواطنين والمواطنات. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الخاصة، ويشاركنا في بثها كل من إذاعات المملكة العربية السعودية وقناة الإخبارية وقناة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الكلمة التالية إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشعب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا فخور بكم، والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم. أقول ذلك ليشهد التاريخ وتكتب الأقلام وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وإنكم صفعتم الباطل بالحق والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. أيها الشعب الكريم، اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاما في نحور أعداء الدين والوطن والأمة. وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكم مواطن ومواطنة أن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها، وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن. أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية، وأخص بالذكر إخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية، وإنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به. أيها الشعب الكريم، يعلم الله إنكم في قلبي أحملكم دائما، وأستمد العون واستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعاكم.